السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا إله إلا الله. الحمد لله ذي الآلاء والنعم المتفضل على خلقه بأنواع العطايا والكرم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غرس في النفوس حب الوطن فوجدت في ربوعه الراحة والسكن، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله كان لوطنه وعشيرته بمكة مخلصا وداعيا، وصار بمدينته من بعدها هاديا وبانيا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام الذين كانوا لأوطانهم بناة ولحماها حماة، فسمى الإسلام بأخلاقهم وقيمهم، صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أوصيكم عباد الله بتقوى الله عز وجل، فالتقوى أساس الفلاح ومفتاح النجاح، فما فن تقدم من غير تقي إلا انعدام، وما شيد بنيان من دونه إلا انهداما. فاتقوا الله حق تقاته تكونوا من الفائزون والشرور على فضله وعطائه تكتبوا مع المفلحين. أيها المؤمنون، اعلموا أن الوطن نعمة من نعم الله العظيم التي لا تقدر بثمن ولا تساوم بالأموال والأرواح، بل تبذل الأموال لأجلها وترخص الأرواح في سبيل وحدتها والدفاع عنها. إن الوطن كلمة صغيرة في مبناها عظيمة في معناها، كلمة ما إن تذكر حتى تتحرك لها المشاعر وراحة البال ومجمع الأحبة ومنطلق البناء. أيها المؤمنون، إن من أعظم نعم الله علينا هذا الوطن الذي نتبيأ ظلاله ونعيش أجواءه ونتنفس هواءه، تجد فيه معنى السكينة وحقيقة الطمأنينة، فيه تتصل أمجاد الأجداد بالأحفاد. لقد أكرمنا الله عز وجل عندما قال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاتقوا الله رحمكم الله، وحافظوا على أخلاقكم وعضوا بالنواجذ على قيمكم، اغرسوها في أبنائكم واستقوا شجرة حب الوطن في نفوسهم بالاعتزاز بإنجازاته الحاضرة ومجدي التجديد، حتى يحققوا في أنفسهم معنى المواطنة الصالحة، فهم أمل الوطن وبناة العقيدة. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين محمد الهادي الأمين، فقد أمركم ربكم بذلك حين قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم اعز الإسلام واهد المسلمين إلى الحق واجمع كلمتهم على الخير واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم واخذل عدوك وعدوهم واجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق يا رب العالمين. اللهم اسبغ عليه نعمتك وأيده بنور حكمتك وسدده بتوفيقك واحفظه بعين رعايتك. اللهم انزل علينا من بركات السماء واخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.